العالمية باش نعداو إلى أخبار المغرب العربي. اليوم الأخبار هذا يجينا من فرنسا. دونك هي طائرة تونسية تابعة لشركة الخطوط الطيران التونسية اللي كانت نورمالمون رحلتها تؤمن من مطار تونس قرطاج إلى باريس، إلا أنه هذه الرحلة أثارت إلى الهبوط الاضطراري في مطار أجاكسيو بسبب مشكلة تقنية كان سبب في قلق العديد من أهالي المسافرين اللي كانوا يتابعوا في رحلة مسار الرحلة على فلاي رادار. الطائرة كانت قد أقلعت على الساعة 7:50 من مطار تونس قرطاج، وعلى متنها 158 مسافر، وتم تحويلها إلى أجاكسيو بعد أن أشار الطيار إلى بداية حادث كهربائي خطير وطلب الهبوط بشكل اضطراري. دونك تم إجلاء جميع المسافرين الحمد لله. قامت شركة الطيران الإقليمية الكورسيا بتأجير طائرة أرباس توجه إلى باريس أورلي لخلى المسافرين يصلون بسلام إلى وجهتهم النهائية. دونك هذا النوع من الحوادث حاجة عادية أنه تصير في الطائرات، لكن من جهتهم التونسير قالوا تصرف هذا القائد لا يدل إلا على فطنة ومهنية والإحساس بالمسؤولية تجاه الشركة وتجاه الناقلة الوطنية وحرفائها. يعطيه الصحة على هذه التصرف سليم، وإن شاء الله ما عادش نسمعوا حاجات كيما هكا لجميع المسافرين.